ويانا مشاركة من الطفلة فاطمة ميثم التمار، الطفلة الحسينية اللي ما شاء الله قرقيعان. ما جينا يا ما جينا حل كيس والطينة. أهلا بالزينبية، أهلا بالحسينية، حياك الله يا فاطمة. السلام عليكم، مباركين بمولد الإمام الحسن ابن علي ابن علي ابن أبي طالب ابن أبي طالب. السلام عليكم للجنة التحكيم والحضور الكريم. الله السلام ورحمة الله. هلا فاطمة ايش قد عمرك؟ 9 سنوات. ما شاء الله. شو محضرة لنا اليوم؟ قصيدتنا بعنوان فلسفة الأصابع. ما شاء الله. زين ألزم لك المايك وحتى تصير تذكرين حسين البغدادي من سجلنا يم القصيدة ما اريد اطب للشام؟ اي عافية. تذكرني. اي تتذكر. من هاي القصيدة يا شاعر؟ إلى مرتضى الذهباوي. مرتضى الذهباوي. خذ المايك يلا، هنا أنا أديها حتى خليك براحتك. اي نزل لها المايك، نزل علي. يلا. اي يلا بابا. الأصابع ليش 5 وليش مختلفات؟ بعدد أهل الكساء وبيهن كمسر. خلنا نشوف كل إصبع يمثل إيش استنادا على الدليل العقلي ونفسر. الإصبع الوسطى يمثل المختار، كبير ال5 هو اللي ينهي واللي يؤمر. السبابة علم رافق رسول الله، علي قد النبي بس بالعمر أصغر. حيدر والرسول النصرة والإسلام، من تنتصر لاحظ بمن تأشر. الأصبع البنصر فاطمة زهراء، نفس المستوى هي وعلي الدر. زوجهم رسول الله نور بنور. ما لاحظت ليش الحلقة بالبنصر؟ الله. الأصبع الخنصر يمثل الحسن بالتصنيف. الإبهام الحسين الإبهام بقصرة متحير، لو رأس الحسين على الجسد موجود كان صار الإبهام بمستوى الخنصر. الإبهام ليش الإبهام معزول على الأصابع؟ لأن لا يومك يا أبهام الحرف. السعود الأصابع واحسب الكسرات، وبالحجل فكر 9 كسرات، ال9 معصومين جمعهم بكفك وانت ما تشعر. الله ما شاء الله. يعني اليوم صدق، اليوم صدق قرقيعان، اليوم صدق اللي مبين علينا اليوم. ما شاء الله. فاطمة العزيزة الطيبة. طبعا خلف الكواليس لقيت فاطمة فمديت ايدي سوت هيك. شلون؟ عكس ما اكو جماعة البارحة شفناها ما اريد اذكر اسمائهم. لا مكلفة وقوينا حضن ما شاء الله. والله هنا بارك الله بارك الله. شكرا فطومة بابا، شرفتينا نورتينا. شكرا بنيتي حبيبتي. صحة وسلامة ان شاء الله. فاطمة العزيزة اهلا ومرحبا بفاطمة، شرفتي ونورتي.